السلام عليكم. النهارده هتعرفي سر الجلاش باللحمه المفرومه، ازاي يطلع مورق ومقرمش من بره وطري من جوه. النهارده هتتعلمي ازاي تطلعي صينيه الجلاش حاجه ما حصلتش. انا نور خالد ودي قناتي، ما تنسيش الاشتراك في القناه ولايك وكومنت على الفيديو، ويلا نبتدي. اول حاجه انا استخدمت ربع كيلو لحمه مفرومه فقط، يعني لفه الجلاش استخدم لها ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ما بحط لهاش اكتر من كده. وبستخدم على ربع كيلو من اللحمة المفرومة بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين علشان نعصج اللحمة. أنا نزلت باللحمة بتاعتي على طاسة، بس حطيت لها معلقة كبيرة من الزيت. لو اللحمة بتاعتك ما فيهاش نسبة دهون كويسة حطي زيت، لو فيها دهون كويسة مش لازم نحط زيت. وهننزل بالبصل المفروم بتاعنا، هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وحبة البركة وبابريكا ومعلقه صغيره من القرفه. القرفه بتبقى حلوه قوي. وهحط لها بس معلقتين من الصلصه وهنقلب كويس. انا هنا عصقت معاكم نص كيلو من اللحمه المفرومه، ولكن انا لفه الجلاش استخدمت لها ربع كيلو بس، وربع كيلو تاني انا بفرزه لاي وصفات تانية انا بعملها. وطبعا دي بتنفع كويس قوي في رمضان انجازا للوقت. وده سر الجلاش بتاعنا، ركزوا معايا. اول حاجه انا جبت الزبده سايحه، معلقتين من الزبده على علبه كبيره من الزبادي 170 جرام، حطيت عليهم معلقتين من الدقيق وقلبت كويس، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر وهنقلب كويس جدا، ومعلقتين كبار من اللبن، معلقتين بس، هنقلبهم كويس جدا مع بعض. وده الخليط بتاعنا اللي هنمسح بيه كل ورقتين او ورقتين من الجلاش. يعني هتحطي ورقتين وبعد كده هتمسحي بيه بالفرشه بالخليط اللي احنا عاملينه ده. ده خليط حلو جدا، وده فعلا سر يعني اكتشاف علشان صينيه الجلاش تطلع حلوه ومورقه، وفعلا هتشرفك في اي عزومه تعمليها. وكلنا بنحب نعمل صينية الجلاش على سفرة رمضان. اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. انا الصينية بتاعتي دي مقاس 38، استخدمت لها لفة واحدة من الجلاش على ربع كيلو من اللحمة المفرومة فقط، هي ما احتاجتش اكتر من كده. والجلاش مش لازم ان احنا نقطعه علشان خاطر يبقى على مقاس مدور على مقاس الصينية، لا خالص. انت ممكن تعملي زي ما انا بعمل، الاطرف بتاعة الجلاش هتتنيها بس لتحت او لجوه، وتحطي فيها في الاطرف دي، حطي فيها من الخليط اللي احنا عاملينه، حطي فيه بس نسبة ازيد شوية، هتلاقيها معاكي حلوة جدا وبتبقى طرية لما بتطلعي الصينية، وما بتحسيش ان الحروف او الاطرف دي بتبقى ناشفة، لان ده ساعات بيحصل معانا. لا خالص، الخليط ده مش هيطلعها لك فيها اي حتة ناشفة، هتبقى الصينية كلها طرية وحلوة. وزي ما قلت لكم، ما بين كل رقتين هنحط من الخليط بتاعنا ده مسحه بس كده او مسحتين بساط بالفرشه، مش هنزود اكتر من كده علشان خاطر بس ما تبقاش تقيله. ودي حركه انا حبيت اوريها لكم ازاي انا طلعت صينيه الجلاش بتاعتي بالشكل ده. هتجيبي كوبايه بس وتضغطي عليها في النص، هو الجلاش طري فهتتقطع معاكي، وهتقطعيها بشكل مثلثات ده. هنعمل التشريبة النهائية اللي بنحطها على وش الجلاش. هنجيب باقي الخليط اللي احنا استخدمناه، هنحط عليه بيضاية ومعلقة من اللبن ورشة من الفلفل الاسود، وهنضربهم كويس مع بعض. وده اللي احنا هنحطه بس على وش الجلاش، هنحطه عليه كله، وبعد كده هتمسحيه بالفرشة عشان خاطر يتوزع معاكي كويس. وانا بعد ما وزعت الخليط كويس اديتها بس رشه بسيطه من حبه البركه، بتدي ريحه جميله قوي وبتبقى حلوه ومفيده. طبعا احنا بنحطه على رف اوسط، الفرن بيبقى شغال مسبقا قبلها ب10 دقايق عشان يسخن على درجه حراره عاليه. وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. الجلاش تحفه جدا وطري قوي ومورق، وريحته كانت رهيبه. يا رب يعجبكم وصفة النهاردة، ما تفوتوش الطريقة دي بجد، لازم تشوفوا الفيديو ده. واشوفكم الفيديو الجاي، مع الف سلامة.